اسمه بالكامل زين الدين يزيد اسماعيل زيدان. هذا مسلم. لقبه زيزوك. زيدان وهو جالس نطح اللاعب كنز وانطرد مباشرة. 8 سنوات وهو يتوعدني بالثأر. تسلل ووصل البيت ما كان له وجه يشوف. قال لا ما بدي تيشيرت، بفضل انك تعطيني اختك. قوي. قال له كيف بتمشي له؟ المصيبه وين؟ انه بعد ما انتهت اللعبه شكله ماتيرازي ثقلها على زيدان وظل ماسك التيشيرت شويه زياده، فزيدان لف عليه وضحك وابتسم. قال له مهلك، اذا كثير حابب التيشيرت بعطيك اياه بعد المباراه. قويه بصراحه، زيدان ما كان يستطلع منه. غلط انه زيدان غلطها مع لاعب سيء الاخلاق ومعروف عنه ذلك، ماتيرازي. رد ماتيرازي كان على راس لسانه على طول مباشره. واضح انه ماتيرازي اصلا خارج الملعب في جلساته مع اصدقائه بدون لسان البذيء، واضح. فزيدان اول ما استفزه وحكى له هي الكلمه، الفيديو وضح سرعه رد فعل ماتيرازي الخارقه. قال لا ما بدي تيشيرت، بفضل انك تعطيني اختك. قوي. مؤذي لشخص كزيدان ذو أصول عربية أمازيغية مسلم. وقعت بالمحظور يا ماتيرازي. كان على زيدان أن يضبط أعصابه وبعد المباراة يسلخ بهدلة ما بعدها بهدلة، ولكن زيدان قرر أن يؤذي ماتيرازي في وقتها مباشرة. ما بعرف إذا زيدان استوعب الكلمة مباشرة لأنه كمل ومشى خطوتين للأمام. شكله هون شيطانه سيطر عليه وقال له كيف تمشي له إياه، فرجع له مباشرة. الغريب انه ماتيرازي اطول من زيدان ب8 سنتيمتر. ماتيرازي شايف زيدان ولكن لم يلقي له بال، عرف انه زيدان راح يأذيه فاعطاه ما يريد، فتح له صدره اضرب. زيدان نطحه نطحة الكلاب السود في غسق الليل المظلم. على فكرة النطحة كثير قوية لو ركزتوا فيها. قد يسأل البعض شو اللغة اللي يتكلموا فيها؟ قطعا اللغة الإيطالية.